فطائر بحجم عائلي بمكونات بسيطة جدا. نبدأ في المكونات. أول شيء كوب من الماء الدافي مع ملعقة خميرة فورية، ملعقة صغيرة ملح، نخلطهم. نضيف ملعقة سكر ونص كوب من الماء الدافي، وتقريبا 5 أكواب دقيق، تزيد أو تنقص حسب نوع الدقيق. ونضيف ملعقتين زيت ونعجنها بشكل جيد. نتركها الخميرة تتفاعل وتختمر العجينة ويتضاعف حجمها بهذه الكيفية. بعد اختمار العجينة نقطعها إلى قسمين نفس الحجم. ننثر القليل من الفرينة أو الدقيق ونطرح العجينة بشكل مستطيل. ناخذ أي حشوة تفضلوها. أنا الحشوة اللي استخدمتها حشوة دجاج شاورما، معها إضافة مكعبات من البطاطا المقلية وجبنة. خلطيهم ببهاراتك المفضلة، وفوقهم شريحة من جبنة الموتزاريلا أو الشيدر. وناخد مستطيل العجينة الثاني ونضعه فوق العجينة الأولى بهذه الكيفية. نضغط على الأطراف بحيث نتحصل على المستطيل اللي حيكون هو الفطائر اللذيذة اللي طعمها غير عادي. نغطيها 10 دقائق وبعدين نجهزها. المرحلة الأخيرة نقص الأطراف. نحاول إنها تكون بشكل متساوي بحيث نتحصل على مستطيلات شكلها مرتب ولطيف. نضغط على الأطراف بشكل خفيف ونقطعها. نجهزوا صينية الفرن أو الطاجين، ندهنها دهنة خفيفة بزيت الزيتون ونضع فيه المستطيلات. ندهن المستطيلات فقط بصفار البيض بدون البياض، ومعاه رشة من البابريكا تعطي لون جميل. بعد ما دهنت الأطراف، خاصة الأطراف ندهنها بشكل كويس. نوزع جبنة مبشورة، جبنة شيدر أو أي نوع من الجبنة تكون قابلة للذوبان وشكلها حلو. نخليهم يختمروا 20 دقيقة. ندخلهم الفرن سخون من فوق وتحت على درجة حرارة 180 إلى أن يصبح لونهم بهذا الشكل وتذوب الجبنة ويطيبوا. طبعا الكمية مازال منها العجينة، يعني وحشوتها تقدروا تغيروا فيها تبدعوا فيها حسب رغبتكم، لكن الطعم والرائحة شيء روعة فعلا، تستحق التجربة. وطلعنا كمية كبيرة لا بأس بها. الملاحظة اللي نحب نقولها، حشوة الشاورما لذيذة جدا، خاصة إن معاها الموتزاريلا حطيناها الفوق، أعطت طعم غير عادي. وممكن نرش عليها حتى زعتر. الجبنة، نحكي على الجبنة اللي حطيناها آخر طبقة، نرش عليها حبات زعتر طازج. شوفوا من الداخل خفيفة ريشة وطرية طبعا حتى لتاني يوم. إن شاء الله تجربوها، تستحق التجربة. والحلو فيها إن سهلة مكونات العجينة، مكونات الحشوة نفسها. الحشوة ممكن تكون حتى خضرة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. حبيت نوريكم حتى من الداخل شكلها. والأطراف رغم إنها هي الفطاير طبقتين، ولكن الأطراف ومن جميع الجهات كانت رقيقة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومن توا بالصحة عليكم.